نهار 28 يناير 2024 تم لأول مرة زرع شريحة إلكترونية داخل دماغ إنسان، وهذاك من طرف شركة نورالينك اللي كيترأسها إيلون ماسك، اللي هو في نفس الوقت صاحب شركة تسلا إكس وسبيس إكس. والنهار مور العملية كتب في إكس اللي هو كان تويتر أنه تم زراعة الشريحة الإلكترونية البارحة، والنتائج الأولية كتبين الكشف عن نشاط الخلايا العصبية. كيفاش وصلنا لهذه النتيجة؟ شنو هي الطريق؟ نورالينك شركة تأسست سنة 2015 وبدأت التطوير سنة 2016 بهدف تخلي الناس قادرة تتحكم في الحواسيب بالتفكير فقط بواسطة جهاز مدرج داخل الدماغ. مدة سنين والتجارب كدر على الحيوانات، منها فئران، خرفان، خنازير وقردة. عام 2020 تم زرع شريحة الخنزير، وعام 2021 تم زرع شريحة القرد، وتمكن بالواسطة ديال هاد الشريحة يلعب بين بونغ غير بالتفكير ديالو. وفي ماي 2023 قامت إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي FDA أعطت الموافقة لشركة نورالينك باش تبدا التجارب ديالها على البشر مور سنين وهي كتجرب هذا المنتوج على الحيوانات. دابا نفهموا الشريحة الإلكترونية مزيان. الشريحة N1 Implant قياس قطعة نقدية إيلون ماسك باغي يردها أصغر من ذلك، متكونة من 64 خيط رقيق رق من الشعرة ديال الإنسان واللي متصل بال1024 إلكترود. كل إلكترود من 1024 هو اللي كيمكن الجهاز باش يقرأ الإشارات العصبية الدماغية. هاد الشريحة محمية ومهتمة بإحكام، مقاومة لكل ظروف فيزيولوجية، والبطارية كتشحن بشاحن معندوش خيط. وكيفاش دارت العملية؟ بواسطة روبوت إيروان. بصفة عامة أي عملية جراحية عندها أخطار، تعفن، الالتهاب، واللي يميز في هذه العملية أنها كتهم الجهاز العصبي، يعني كاين خطر تلف الأنسجة العصبية. وباش يقلل من هذه المخاطر، خصوصا أن المرضى المستهدفين عندهم أصلا مشاكل في الجهاز العصبي، وما خصناش نزيدوهم مشكل آخر وضرر آخر، واليد البشرية تقدر دير خطأ خصوصا مع الخيوط الجد رفيعة ديال الشريحة. إذا ماسك اخترع روبوت إيروان خصيصا لهاد العملية، هو اللي كيمكن باش تحط الخيوط الرقيقة ديال الشريحة في الدماغ بدون ضرر وبدون خطر ديال نزيف أو تعفن. هادشي كامل كيتقرا بواحد التطبيق اللي كيفك الشفرات اللي جايه من الدماغ، من نوايا وافكار اللي كتخليك تحكم في الحاسوب بالتفكير. في النهايه شنو الهدف من هادشي؟ ايلون ماسك يستهدف الناس اللي عندهم شلل، اللي ما عندهمش عضو، او حتى اللي مشى ليهم البصر ديالهم. وهي ايضا طريقه اللي بغى يحد منها من خطر الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يثور على البشر، وبذلك بغى يخليه يعاون ويتكافل مع الانسان تحت شعار if you can't beat them join them. وفي مقولة ديال ايلون ماسك يقول تخيلوا كون كان ستيفن هوكينغ قادر يتواصل بسهولة كان ذلك سيكون رائعا. حاليا هذا المنتوج هو في مرحلة تجربة على البشر، وكيقلبوا على مرضى مهتمين يكونوا جزء من التجربة، وهذه التجربة على البشر غادي تدوم 6 سنين. شنو رأيكم في هذا الشيء؟